يا أهلا وسهلا، كيفكم صبايا؟ أتمنى كلياتكم تكونوا بخير وانتم عم تشوفوا الفيديو اليوم رح يكون عبارة عن طبخة كتير سهلة وسريعة بعجينة جاهزة، وكمان حلو بنعمل بأسرع وقت، ممكن تعملوه مع الأولاد حتى. بالبداية حبيت أفرجيكم كم غرض وصلني من شيئين. أول شي طلبت هدول الألوان لليا للوح، في معهم بيجي مساحة، وعلى فكرة الأسعار الألوان بشيئين كتير كتير مناسب، وعطول عليهم تنزيلات. هلا رجعت طلبت لها شغلات جديدة، وناوية إن شاء الله كل فترة أجيب لها مجموعة حتى أحطهم بهديك المنظمة الجديدة. هلا هدول عم بستعملهم طايرة عقلي عليهم، مثل الغربول بنحط على المصفاية تبعية المجلة، وبس بتشيلوها وبتكبوها، ما في داعي تشيلوا الوسخ. وهذا السطل توقعته شوي أكبر بس طلع شوي صغير، بس ميزته إنه بنطواه. وهدول الورق للقلاية الهوائية إن شاء الله بنستعملهم سوا وبنختبرهم مع بعض إذا مناح ولا لا. هلا أول شي رح أحضر الغدا، رح أعمل نحن بنقله عش البلبل، ما بعرف يمكن في بغير المناطق بيقولوا له صفيحة مجدولة، ما بعرف، صححولي بالتعليقات. بس رح نستعمل هاي العجينة الجاهزة اللي بتنفش. انا جبتها من ليدل، بتقدروا طبعا تجيبوا فيه منها بالكافلاند، او اذا انتم غير بلاد اكيد موجود منها. هاي العجينة عبارة انه هي بتكون مورقة، بتعطيكم طبقات كتيرة لما تحطوها بالفرن، بتكون مورقة بالزبدة او بالسمنة. هلا انا قبل كنت اقطعها مستطيلات او اقطعها بدوائر ويضل عندي بقايا عجين. هلا الطريقة الجديدة انه تلفوها مثل الرول، يعني هي بتجي اصلا ملفوفة، بس عم بطالع منها الورقة وبرجع بلفها على لفتة، وبعدين باجي بقطعها على قطع مثل ما انتم بدكم. هلا انا بالاخير شفت طلعت عندي سميكة، لو عملتها شوي لسه ارق واصغر كانت تطلع احلى. فانتم مثل ما حابين، كمان اذا حابين تختصروا الوقت وتعملوهم كبار كمان بتقدروا. انا عملت عندي كل ورقة عجين 9 قطع، وكانت على فكرة ممكن تعملوها 12 قطعة بسهولة. حبيت الفكرة انه حتى منيحة بالعزايم، انه اكلة طيبة وتقيلة وبتنعمل بوقت كتير بسيط، يعني ما بتاخد منكم لا جهد ولا وقت. هلا بعد ما قطعناهم بدكم تمدون قد ما مديتوهم رقاق احسن، لانه هي على الفرن كتير بتنفش. فرتبتهم بالصينية، وبعدين جبت الشوبك تبع العجين وبلشت امدهم منيح. بتمدوهم قد ما بتحسنوا تخلوهم رقاق. عملتهم انا على شكل دائري، هيك حبيتهم اكتر. كنت بالعادة اعملهم على شكل مستطيل، بس يعني بتضل عندي بقايا من العجينة او بيطلع شكله مستطيل مو مدور، فهيك تحسوا اقرب للشكل الحقيقي اللي كنا نجيبه بسوريا. طبعا بسوريا ما كان حدا يقدر يعملهم بالبيت، كانوا يجيبوهم جاهزين من المحل الحلو، لانه هاي العجينة يعني نفس اللي بيستعملوها للحلويات او للشعبيات، بس هي كتير كتير طيبة. فاذا مشتهين عليها عن جد جربوها بالبيت، ما رح تاخد معكم وقت ابدا. بعد ما صفيتهم بالصينية صار وقت نحضر الحشوة. هلا انتم بتقدروا كمان تعملوها بخضروات، مع لحمة مع خضروات، وبتقدروا تعملوها بدبس رمان. انا بحب تبعية الدبس رمان اكتر، فحطيت تقريبا بصلتين كبار، طحنتهم بالمكسر ناعم كتير، لازم يكونوا ناعمين. انتوا اذا بتحبوا يعني تضل البصل مبينة ممكن تقطعوها على ايدكم. حطيت معلقتين لبن، وكمان معلقتين دبس رمان. بس للأسف أنا الدبس رمان طلع عندي نوعيته كتير كتير سيئة، يعني لا عطاني لا نكهة ولا لون، وما بعرف كان كتير سيء، فتقريبا هو خرب لي الطبخة يعني. بس مع هيك كمان طلعت طيبة. فانتبهوا على نوع الدبس رمان رح تجيبوه. بالاخير حطيت لحمة كمان مفرومة. هاي الحشوة اللي طلعت عندي عملت لي ورقتين من العجين، او قطعتين كبار من العجين يعني. فانتم مثل ما حابين، يعني تقريبا انا حطيت هون اقل من نص كيلو لحمة، وكمان بهرتها بس ملح وبهار مشكل او 7 بهارات. نحن بنقول له بهار حلبي او بهار عادي، لانه هذا البهار بنستعمله قليل كتير لنستعمل الفلفل الاسود، هذا اغلب الاحيان بنستعمله يعني. هلا بالنسبه للعجين حبيت ادهن هيك وشهم شويه سمنه، خصوصا عشان تعطيها هيك نكهه سمنه شوي يعني، بما انه هي معموله اتوقع بالزبده. فدهنتهم دهنه بسيطه بالسمنه على الوش، وبعدين صرت احط فوقهم الحشوه. طبعا الحشوة مثل ما انتم حابين، بتحبوا تحطوا قليل بتحبوا تحطوا كتير، اللي انتم حابينه. بس انا حبيت شوي اكتر عشان تعطيها شوي قيمة غذائية اكتر يعني، بما انه هي بس عجين وسمنة اللي عنا، فاللحمة والخضروات شوي رح تعطيها يعني قيمة غذائية. بس تخلطوا
الحشوة مع بعضها. تبعية الدبس رمان أسهل كتير من تبعية الخضرة. تبعية الخضرة بتقدروا تحطوا مثل الحشوة تبعية اللحمة بعجين بالضبط كمان، وبتطلع كتير طيبة. بس هاي حسيتها أسهل علي بما أنه اليوم ما كان إلي خلق أطبخ. ما بعرف، تقريبا هلا بآخر كم يوم من رمضان حسيت عملت كل الطبخات اللي بعرفها وبقدر أعملها، وبلش يضيق خلقي من الطبخ وهيك ما بعرف. فاكتبوا لي إذا في وصفات جديدة، شغلات يعني طيبة وسهلة بنفس الوقت نقدر نعملها بآخر 10 أيام، ومنه بنفس الوقت نتفرغ شوي للعبادة بآخر 10 أيام، يعني ما نقضيها كلها بالمطبخ. خصوصي أنا هالرمضان يعني ما فرزنت شي، ما حطيت شي بالفريزر، بس ماما حضرت لي شوية كبة وبصراحة كانت منقذة. هلا بالنسبة للوجه هن بالعادة بيحطوا صنوبر، بس أنا ما كان عندي، كان عندي هذا اللوز اللي مقطع هيك بشكل طويل، وعلى فكرة طلع معه طيب، يعني طلع مناسب، يعني ما كتير فرق عن الصنوبر. وبتحطوهم بالفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 200، وبس تستوي بتطالعون. هلا بالنسبة للحلو رح احضر الحلو اللي كنا نعمله من زمان يعني بسوريا، كنا نعمله بالكاستر، بس هلا كبديل له هون موجود بالماركتات اسمه البودينج. حطيت لتر من الحليب وظرفين من هدول البودينج. هلا انتو شو ما جبتوا نوعية بيكون مكتوب عليه من ورا قديش تحطوا السكر والحليب. هلا هون اللي استغربته انا بألمانيا ما معه سكر، اللي كان موجود بتركيا كان يجي معه سكر، بس انتو بدكم تضيفوا له الحليب. كان في منهم احيانا معهم مكسرات، في منهم بالشوكولا، كان كتير اطيب. بس اللي هون بألمانيا بدكم تضيفوا له انتو سكر حسب الرغبة. انا تقريبا ضفت 6 معالق كبار سكر، بس انا بحبه حلو. انتم ممكن تحطوا على حسب رغبتكم، يعني تقريبا اذا لتر حليب بتوقع مناسب 4 معالق سكر اذا انتم ما كتير بتحبوا الحلو. وبتبلشوا تحركوه على البارد، وبعدين بتشغلوا النار. يعني انا بحط بودرة البودنج على الحليب هن باردين، وبحركهم منيح مع السكر، وبعدين بشغل النار وبتم بحرك لبين ما تسمك. هلا انا استعملت صينية كانت عندي شوي كبيرة، كان لازم استعمل صينية اصغر. فانتوا اذا حضرتوه بلتر حليب بتستعملوا صينية تكون اصغر من هاي، حتى تعطيكم طبقات اسمك بتكون شكلها احلى. حطيت اول طبقة كاستر، وبعدين صرت اصف من البسكوت السادة. كتير بحب معه البسكوت السادة، بيعطيه هيك بتحسوه مثل الكيك بيصير لما البسكوت بصير طري، فبطلع طعمته كتير طيبة. وهيك رجعت كمان حطيت طبقة تانية من الكاستر. هلا إذا صينيتكم أصغر بتعملكم طبقات أكتر، بتحطوها على البراد تبرد منيح، وبتحضروا طبقة الجيلي. هلا الجيلي جدا عادي، حطيت بس ظرف واحد وكوب مي ساخن، وتقريبا 3/4 كوب مي بارد. بحب قلل المي الباردة عشان تسمك عندي أسرع يعني الجيلي. هلا هي ما كتير بحس الكبار بفضلوها، بس الولاد الصغار بنبسطوا عليها أكتر يعني، وخصوصي الجيلي مفيد، فإنه ليش لا بحط لها إياه على الوش لبنتي، وكتير تنبسط عليه إنه صار لونه أحمر. هلا أنا هون غلطت غلط إنه لسه ما كان عندي بارد الطبقة الأولى، وبلشت أصف فوق الجيلي فصار يدخل لجوا. فاجتني هاي الفكرة إنه أعمل مثل لما بيعملوا بطبقات العصير، أحط المعلقة وبعدين أسكب الجيلي، فصار الوضع شوي أحسن. وحطوها بالبراد لتبرد. هلا هيك كان سفرتي على الإفطار. كمان حضرت فاصوليا بزيت كنت كتير مشتهية عليها، وقليت شوية كبة، وهي تقريبا كانت نص الكمية تبعيت عش البلبل. الكمية التانية عملتها لتاني يوم. وهذا الحلو تبعنا بعد ما برد عم نقطعه أنا وليا. مثل ما شفتوا أو حكيت لكم من قبل إنه صارت الطبقة عندي كتير رقيقة. هلا أنتوا بتقدروا مع طبقة الجيلي إنه تحطوا مثلا إذا بتحبوا التفاح أو الفواكه اللي أنتوا بتحبوها، كمان الموز بيطلع معه كتير طيب، بس أنا حبيت إنه أحط الفواكه بعد ما تبرد، ما أخلطها مع الجيلي. وبس والله بتمنى تجربوا الأكلات اللي حضرناها اليوم. وهيك بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو كان خفيف ولطيف عليكم. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك بالقناة، وسلام.